اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي امس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه. وصرح المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الرئيس السيسي اطلع على مستجدات العمل في مشروع التجلي الاعظم فوق ارض السلام بمدينه سانت كاترين، حيث وجه في هذا الشان بالاهتمام بكافه التفاصيل الخاصه بالمشروع بحيث تصبح تلك البقعه المتفرده مقصدا عالميا للزائرين من شتى انحاء الارض، وذلك من خلال مواصله تنفيذ ذلك المشروع المتكامل الذي يراعي معايير الاستدامه البيئيه العالميه ويحافظ على التراث العالمي ويعلي من القيمه الروحيه للمنطقه كملتقى للاديان وارضا للسلام. الحقيقه مشروع في غايه الاهميه ليس فقط على صعيد كمان ترويج السياحه، لكن هو له بعد ايضا استراتيجي بالاضافه الى تفعيل كثير من الخدمات والمجالات اللي ممكن تفتح بيئه خصبه كمان لخلق فرص عمل. لمزيد من التفاصيل بينضم الينا هاتفيا دكتور اسلام سعيد، دكتوراه في الاثار المصريه وعضو اتحاد الاثريين العرب. دكتور اسلام صباح الخير. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى الساده المشاهدين، كل عام وانتم بالف خير. وحضرتك بالف خير. دكتور اسلام، طبعا مشروع اعتقد يعني في وقته لمنطقه سانت كاترين، منطقه واعده لديها الكثير من الاستثمارات ومقومات كمان يعني التنميه المستدامه. الى اي مدى ترى ان هذا المشروع واهتمام الدوله به طبعا خلال الفتره الراهنه مساله ملحه ومساله ممكن انها تفتح طبعا فرصه مواتيه لسانت كاترين انها تاخذ حقها كمان في الخريطه السياحيه عالميا؟ طبعا يعني بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن مشروع التجلي الاعظم فوق ارض السلام يعتبر مشروع تطويري بحت يهدف الى احياء المكانه الروحانيه والدينيه لمدينه سانت كاترين طبعا، وبمثابه ان هو خطه تنمويه شامله، يعني معتبرا التخطيط الكامل للمدينه والحفاظ عليها كمحميه طبيعيه من خلال ابراز الجانب اللي هو المتعلق بالشكل الجمالي او الطابع اللي هو البدوي او التراثي، وده يمكن نقطه مهمه جدا، علاوه على الحفاظ على المعايير الخاصه بالتنميه المستدامه. ويمكن حتى الشعار الخاص بالمشروع او اتخاذ لفظ التجلي اللي هو يعتبر هيبقى الدعايه او التسويقيه الخاصه بالمشروع، ده يمكن في حد ذاته بيوضح مدى الرؤيه الخاصه بالمشروع، باعتبار ان هو بيعكس القيمه الروحانيه والطبيعيه للمدينه، وفي نفس الوقت ان هو هيبقى علامه تجاريه للمنتجات الخاصه بالاسر البدويه اللي هي متعلقه بطبيعه سيناء عموما. ويمكن حتى الفكره المتعلقه بمشروع التجلي الاعظم هي الربط ما بين جبل موسى وجبل سانت كاترين، يعني يمكن في عدد كبير جدا من القرى اللي موجوده حوالين الموقع ده بالتحديد اللي هي ليها طبعا الثقل السياحي او مقاصد سياحيه مهمه جدا، سواء في المعالم او المزارات المحيطه بيهم، بنتكلم على عدد من الكنائس او دير سانت كاترين او حتى بعض العيون الاستشفائيه زي عيون موسى او حتى منطقه وادي الدير. يمكن دي كلها اماكن او معالم محتاجه بنيه تحتيه كبيره جدا تحيط بيها علشان نقدر ان احنا نحاول نستفاد منها او تبقى بمثابه مقصد كبير جدا لمختلف بقاع او دول العالم. ويمكن الحيثيات المتعلقه بالمشروع اللي طبعا يعني جهد كبير جدا مبذول من قبل الدوله بمؤسساتها وهيئاتها المختلفه، سواء بنقول وزاره الاسكان والمرافق او حتى الجهاز المركزي للتعمير او هيئه المجتمعات العمرانيه، يعني في اكثر من جهه منوطه بالمشروع بتكلفه ضخمه جدا. يعني يمكن التكلفه التنفيذيه للمراحل الاولى تجاوزت ال4 مليار جنيه، وده رقم هيعاد او هيتم الاستطاعه تحقيقه بعد انتهاء من المشروع بصوره سريعه جدا، نتاج الجهد او العمل اللي احنا بنشوفه اللي هو بمثابه هيتم تحويل سيناء لشكل مختلف، لان احنا بنتكلم على منطقه تراثيه كانت في طي النسيان، ولكن بفضل المجهودات الحديثه ابتدى يتم الاهتمام بيها واقامه عدد كبير جدا من المشروعات. مش بس كنا عاوزين نعرف نوعيه هذه المشروعات، هل نحن نتحدث عن نوعيات من المشروعات التي تتناسب مع الطبيعه السياحيه، تتناسب مع الانتاج اليدوي او الانتاج البدوي في هذه المنطقه، شكل المشاريع اللي هتبقى حوالين هذه المنطقه بالتحديد؟ يمكن عندنا ما يقرب من 15 مشروع بيتم الانتهاء منهم، يمكن المرحله ابتدت من العام الماضي، ونتمنى ان هي في خلال ايام قليله او اشهر معدوده ان يتم الانتهاء من اجمالي المشاريع بالكامل ال15. عندنا في انشاء من ضمن المشاريع التنفيذيه انشاء مركز للزوار، ده بيبقى خاص بالاستقبال الزوار من مختلف بقاع العالم، يتضمن عدد كبير جدا من المحال والمكاتب الخاصه
بحجز الطيران وغير ذلك. عندنا في ساحه خاصه بمبنى السلام، ودي برضو هتبقى مهمه جدا، هيتم فيها عقد عدد كبير جدا من الاحتفالات المختلفه والانشطه. عندنا في انشاء فندق جبلي، عندنا في مشروع انشاء نزل بيئي، عندنا في انشاء منطقه سكانيه بنطاق الزيتونه، ويمكن ده مهم جدا. يعني عندنا المشروع ده بالتحديد هيتضمن ما يقرب من 21 مجمع سكاني بيحتوي بداخله على ما يقرب من 546 وحده سكانيه، علاوه طبعا على المرافق او الملحقات المطار كمان يا دكتور. من سواء بنتكلم مساجد او هيبقى في كنائس او مدارس او محال تجاريه، علاوه برضو على في مشروعات خاصه بدرء اخطار السيول. دي هتبقى مهمه جدا، لان طبعا عارفين ان المنطقه مناخها متغير زي ما احنا بنراها في الشتاء، بيبقى فيه سيول في بعض الشيء. كذلك عندنا برضو تطوير هيحصل لمركز البلده التراثيه، يمكن من حيثيات تطوير المحال اللي تقام فيها او انشاء عدد من البازارات المختلفه، علاوه على انشاء بمثابه تطوير او تنظيم لمنطقه وادي الدير من كل النواحي، بالاضافه الى تطوير المنطقه الخاصه بالاسكان الاجتماعي المحلي. ده بالاضافه ان في مشاريع اخرى هتبقى صحيح. علاوه على المطار. كان في حديث كمان على المطار نفسه، ان دايما كان السانت كاترين بيبقى الوصول ليها بشكل بري من خلال طبعا المدن. يعني في عدد من المشروعات هتبقى اضافه على منطقه مشروعات سانت كاترين بالتحديد. يمكن هم مشروعين، مشروع متعلق بازدواجيه طريق وادي فيران، وده مهم جدا، هيتم طبعا تنفيذ ازدواج ورفع كفاءه للطريق بطول ما يقرب من 91 كيلومتر وعرض 24 متر، بالاضافه عمل عدد من الحواري المجازا المروريه في كل اتجاه. بالاضافه ان عندنا حتى مشروع تطوير مطار سانت كاترين هيختلف تماما عن الوضع الحالي ليه، هيتم تطوير الحقل الجوي، بالاضافه ان احنا هنلاقي ان هيتم انشاء ممر بطول 3000 متر، علاوه على تطوير المبنى الخاص طبعا بفكره الركاب او المباني الخدميه الخاصه به. يعني مشروع ضخم بكل المقاييس طبعا دكتور اسلام، مشروع مليء بالكثير من الابعاد والكثير كمان من المجالات اللي ممكن تفتح زي ما قلت متنفس حقيقي لاستثمار هذه المنطقه. بشكر دكتور اسلام سعيد، طبعا دكتوراه في الاثار المصريه وعضو اتحاد الاثريين العرب، على هذه الافاده.